احنا كان المفترض تكون معانا الحاجة سلوى والدة الشهيد عبد العزيز أحمد عبد العزيز. للأسف الظروف ما سمحتش ان هي تشرفنا، ولكنها معانا على التليفون حاليا. مساء الخير يا حاجة سلوى، والبقاء لله ونحتسبه عند الله شهيدا بإذن الله. عبد العزيز الله شهيدا يا مدام دي، البقاء لله. ربي يخليك. عبد العزيز من أهل بين السرايات، هل كان نازل برضو يدافع عن المنطقة يحميها ولا كان إيه؟ ما كانش أبوه نازل يشاهد ولا حاجة. إحنا اليوم الثلاث ده بننزل ربع لحمة قدام الباب عندنا. ابني عنده 29 سنة، لا بيسمع ولا بيتكلم. كان ربنا واخد منه حاجة غير كده، واخد منه الحاجة دي ومديله فهم تاني. بنربي حتتين غنم ويذبح مع ابوه ويصفي لابوه حته اللحمه. يوم الثلاث ده ابوه بيطلع يشوف زبون بره على الشارع ويجيبوا حته اللحمه اللي احنا بنبيعها. ففجاه لقينا الناس بتجري. فالواد جري يشوف ابوه، بصينا بقول له يابا يابا يابا، لقينا الرصاصه راحت جايه في ابني، اترمى على ابوه. راح الرصاصة التانية جت في ابوه في رجليه وبعد عنك. خرجت اجري لقيت الدنيا وشايلين ابني وشايلين برضه ابوه، منظر فظيع ولا اليهود. واحد منه يا دوبك ركبوا المكنة مسافة ما وصلوا ورجع كده، مسكوه شدوه وذبحوه وجرجروه خدوه معاهم لحد جنينة القربان. وقناصة بتضرب علينا في كل حته، ودخل في البيوت وطلعت من فوق البيوت في الشقق بتفتش على الشباب عشان تذبحها. شرع مين يعمل فينا كده؟ لا الدين ولا الاسلام قالوا اعملوا في الناس كده. ابني اخرس واطرس، بس ما كانش بيسيب فرض الله، كان بيصلي ال5 افراد الوقت بوقته. وبابا كنت اقعد اقول يا نفسي يا ابني يا زيزو اعرف انت بتصلي تقول ايه. يقول ربنا مديله، يقول له سيبوه ربنا اعلم بيه هو عند الله. ابني ما كانش لا بيعمل حاجه وحشه ولا بلطجي ولا اي حاجه. ذبحوا عيالنا، بهدلونا، وفي متعورين ومصابين كتير قوي 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 بالضرب بالنار. يعني ابني كان في المشرحه وابوه كان في العمليات مركب شريحتين و5 مسامير في ركبته. شرع مين؟ وابوه مريض عنده القلب وجرحى صدريه. يعني هو كافل مريض. ابني 29 سنه مجهزه له كل حاجه، حتى هدومه في الدولاب بشنطها. يوم ما كان بساعة ما كان بيتغسل جالنا تليفون تعالوا شوفوا العروسه لعبد العزيز. مين؟ الاسلام قال كده؟ الاسلام قال كده والشرع والدين قالوا كده هيقتلوا في عيالنا ويقولوا عيالنا بلطجيه. ابني ما كانش بيتنقل من قدام الباب، والدنيا كلها تعرف بكده، منطقتنا كلها كده تعرف ان عبد العزيز زيزو ده مشهور بكده، البقاء لله. لو ما كانش مشهور بكده ما كنت استغربت له هو نازل الطرفه لابني. ابن عريس ويقسم الدنيا بحالها من اللي حصل لنا. احنا اسخن من سوريا. احنا قاعدين دلوقتي في البيوت مقفول علينا بيوتنا، لا بنخرج ولا بنخش. خايفين تنزلوا؟ خايفين ننزل، بيخشوا علينا من كلية تجارة، بيضربوا علينا من المبنى العالية بالنار. علينا بيخشوا الجامعة، علينا بيضربوا علينا. مفيش امن، مفيش شرطة، مفيش حد يحمي المنطقة ويأمن كلية التجارة عشان محدش يطلع عليها. بالليل من الساعة 2 بالليل، من ساعة ضربوا علينا بالليل الساعة 2 بالليل، ليلة الحد بالليل، والشرطة والجيش دلوقتي مسابانا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. احنا فراب، احنا بنموت بالبطيء. اتخرب بيوتنا اتخربت. عيل عنده 10 سنين يقولوا له قول يا مرسي، يقول لهم ما اعرفش مرسي، يمسكوه يذبحوه. عندك فكرة عن الطفل اللي عنده 10 سنين ده اسمه ايه؟ اهله مين؟ نعم؟ ما اعرفش. قالوا عنه في مستشفى بولاق. قالوا ده من الكتكات. من الكتكات. ما اعرفش. سمعتي انه اتذبح؟ واللي
شايل ابني ميت خطوتين وراح عند بيته، جروه ذبحوه عند جنينة الأورمان، جروه. واللي بيقطعوه من جده، بيقطعوا. وفي ناس مش لاقيينهم عندنا، ناس مختفية عندنا مش لاقيينها من يوم الحادثة دي. كام واحد يا حاجة؟ واللي ضروه واحد عيل تاني طلعوا فوق رموه من الدور الخامس. جريمة عجيبة. عيل عنده برضه 26 سنة. 26 سنة رموه من الدور الخامس. ده مين ده؟ سرق مين؟ رموه بعد ما رموه من فوق ذبحوه كده بيحللوا ويقولوا إلى الجهاد، الله أكبر، إلى الجهاد، الله أكبر. ليه؟ إحنا كفار؟ إحنا مش كفار، إحنا مسلمين وموحدين بالله وبنصلي بوقته وما يرضيش، وربنا كبير واحتسبناهم شهداء عند الله، عند اللي لا بيغفل ولا بينام. ربنا كبير عليهم، وهو ابني مش احسن من اي حد. بشكرك شكرا جزيلا يا حاجة سلوى. الحاجة سلوى ام الشهيد عبد العزيز احمد عبد العزيز. ربنا يصبرك، ربنا يقويكي، ونحتسبه عند الله شهيد باذن الله. عبد العزيز ما كانش بيتكلم وما كانش بيسمع، بس ربنا كان مديله القدره ان هو يساعد والده ووالدته، ان هو كان ايدهم اليمين واقف معاهم في محل الجزاره البسيط اللي بيعيشوا منه. كان نازل يدور على والده اللي اصيب في نفس الاحداث، ولكن قتل عبد العزيز احمد عبد العزيز زي شهداء كتير وقتلى ومصابين وقعوا. بنحتسبهم باذن الله عند ربنا شهداء.